السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة صلوا على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وانزلوا دلوقتي حالا قبل ما تكملوا اي خطوة بعد دي حطوا لايك للفيديو دوت، عشان اللايك بيعلي وبينشر الفيديو بسرعة. ففضلا وليس امرا كده حطوا لايك للفيديو دوت، اي حد بيشوفه يحط لايك. ويلا بينا نخش في فيديو النهاردة. الفيديو بتاع النهاردة عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن روتين بسيط كده زي ما انتوا شايفين. بكنس السلم كده اللي قدام باب الشقة، بكنسه كده وبنضفه كويس قوي. وبعدين بقى اعمل الغدا معاكم كده، ايه غدا خفيف واقتصادي وكل حاجة يعني في الغلا اللي احنا فيه دوت. فغدا بسيط كده يعني النهاردة. يعني كل يوم بنعمل اكل، كل يوم بنطبخ، وكل يوم فالواحد بيزهق برضه، بيجي وقت كده بيبقى عايز يعمل بقى حاجات خفيفة ونفسه اصلا بتروح للحاجات الخفيفة دي. فدلوقتي احنا كنست السلم زي ما انتوا شايفين وما مسحتوش ومش عايز يتمسح يعني لسه نضيف، هبقى امسحه ايه الكنسة الجاية بقى. فكنست السلم وزي ما انتوا شايفين انا عندي زرع كده على السلم، بحب الزرع قوي، فعندي كذا زرع يعني. وبعدين خلصنا بقى كنيس السلم ودخلت بقى على الغدا بقى. هعمل انا غدا ايه النهارده؟ هعمل مسقعة سادة مش باللحمة المفرومة ولا حاجة، وهاكل وجنبها يعني جبنة كده، ممكن تبقى لوحدها، ممكن جنبها بقى جبنة وبيض وكده، بس انا كنت هتغدى لوحدي يعني. فعملت حتة جبنة كده اللي هي الجبنة القريش الفلاحي جنبها وخلاص. فهنعمل مسقعة بقى، ومحدش يتريق على الطاسة بتاعتي، هي الطاسة مغسولة بس هي كده. بس فاكيد اي حد عنده يعني الطاسه بتاعه الزيت برضو بتاعه البطاطس بالذات هي عامله كده يعني. فما علينا من ده كله. دلوقتي بقى طلعت خرطة جبنة قريش وحطيت عليها شوية زيت وهرستها كده وركنتها بقى. دلوقتي بنعمل مسقعة. بعمل ايه انا اول حاجة؟ المسقعة سادة من غير لحمة مفرومة يعني كلها على بعضها كده. فبعمل اول حاجة البطاطس وبقليها، وطبعا زي ما انت عايزة بقى على حسب ما انت بتعملي يعني الكمية على قدك وعلى قد ولادك وكده. فعملت اول حاجة البطاطس وقليتها وطلعتها، برش عليها شوية ملح وبركنها واسيبها. وبعد كده بحط بقلي بقى البتنجان والفلفل والشطة. وطبعا انت بقى لو بتحبي البطاطس اكتر كتريها، بتحبي البتنجان اكتر كتري. فاحنا بنحب البطاطس اكتر حاجة، فكنت مزودة البطاطس يعني، والبتنجان والفلفل والشطة وكده ما كانوش كتير. وكمان الشطة دي ما كانتش حامية عشان خاطر ولادي يعني برضه اما اجي اكلهم وكده ما بيحبوش الشطة. بس وبعدين خلاص سبت بقى البتنجان والفلفل بيتقلوا والبطاطس طلعت، فاضل اخر حاجة تتعمل الطماطم عشان اسبكها للمسقعة. فبغسل كده شوية طماطم حوالي مثلا يعني نص كيلو او اقل، ما يكملش نص كيلو يعني. بغسلهم واقطعهم كده تقطيع مكعبات كده او الطماطمية نصين، عشان بس اساعد مع الخلاط، وازود عليهم شوية مية واضربهم بقى على طول. اضربه الطماطم يعني، وبعد كده نكمل بقى. البتاع اللي بتبقى في الطماطمية الخضرا دي اللي بيقع في الحوض والحاجات دي، انا حاطه الكيس الاسمر اللي هناك دوت اي حاجه يعني وكده، بقوم شايلاه في الاخر من الحوض او كده وبقوم راميها فيه على طول يعني، وجنبي كده على الحوض على طول. بس وبعد كده فرمت الطماطم وحطيت شويه زيت او سمنه اللي عندك يعني عادي في قلب الحله. وقشرت قد مثلا 6 فصوص توم كده حلوين كبار، وحطيت عليهم شوية كزبرة ودقيتهم بقى في قلب الهون. ونزلتهم اول لما الزيت سخن كده، قمت منزلهم على طول واسيب التوم لحد ما يحمر. اول لما التوم يحمر بقوم نازله عليهم بالطماطم على طول. وفي ناس بتحط خل، بس انا بحبش انا الخل في المسقعه. انا بحط ماشي خل في الفته، لكن في المسقعه لا يعني. وهنا طلعت البتنجان برش عليه شويه ملح هو كمان والفلفل، وخلاص بقى اسيبه لحد ما التومه تتحمر والطماطم تسبك. فالتوم هنا كانت احمرت اهي، واحط عليها بقى الطماطم واسيبها لحد ما تسبك بقى. وهنا كنت حطيت الطماطم بقى زي ما انتوا شفتوها كده،
وبزود عليها بقى البهارات اللي انا عايزاها. فاول حاجة بحطها مكعب الدجاج، بيديها طعم جميل يعني، ونص معلقة فلفل اسمر، نص معلقة كمون، ونص معلقة كزبرة، والبهارات اللي عندك يعني حطيها، بس هما دول اكتر بهارات اصلا كلنا بنستخدمهم يعني، وبيدوا طعم للاكل. ولما الطماطم سبكت بقوم مزوداها حوالي كوباية ونص كده مية، كوباية الشاي او كوبايتين، واسيبها تقلب كده تغلي في بعضها. اول ما الطماطم بالمية تغلي، وطبعا بكون ظابطة الملح بتاع الطماطم، بقوم نازلة بقى بالبتنجان والفلفل والشطة والبطاطس، ونازلة بالحاجات كلها اللي انا قلتها. وفي ناس كمان على فكرة ممكن ما كانش عندي، بس ساعات بقلي كوسة وبحطها، فلو بتحبوها بتبقى جميلة برضو، فاللي موجود عندك اعمليه. وانا بحبها يكون فيها صوص شوية كده، عشان يعني ما بتيجي تغمسها بالعيش وكده بتكون حلو، وكمان هي لسه بتشرب شوية، ما بتفضلش زي ما هي كده. وهنا كنت بدوقها عشان برضو اشوف الملح مظبوط ولا ايه، وكانت خلصت بقى وخلاص وقفلت عليها. وغدا بسيط خالص وجميل ويعتبر اقتصادي في الزمن اللي احنا فيه ده، مع ان مبقاش في حاجة اقتصادية اصلا ولا حاجة موفرة، وكله بقى زي بعضه. بس ربنا يقوي المسلمين جميعا، والناس كلها ربنا يقويها يا رب. وهنا بقى كنت بدوقها، وطبعا انا عارفاه يعني انا ما بعملش حاجة وحشة اكيد. بس كان طعمها تحفة بجد، جربوها. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، وصلوا على النبي قبل ختام الفيديو. ويلا باي باي، مع السلامة.